السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سلمى أم زياد. إلى أول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش حبيباتي تضغطوا على زر أبوني، زر الاشتراك أو الزر الأحمر باش يوصلكم كل جديد، الوصفات الناجحة والشهيوات الناجحة أكيد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا ورقه ديال البسطيله الناجحه مليون في المية. تبعوا غير المقادير والطريقه والخطوات باش ان شاء الله تجيكم ناجحه بزاف، كتجي احسن من الجاهزه. هنا عندنا درت انا تقريبا هنا واحد 400 غرام ديال الطحين، تقدروا ديروا نتوما غير 200 غرام غير باش تجربوا وباش يعني ترخى لكم يديكم شويه في الطريقه. مليحه والماء فقط، هادو هما المقادير. الدقيق، الملح والماء. الدقيق تيبقى من الاحسن ديروه غير شويه، ديروه غير 200 غرام غير كاس، غير مهم غير باش تبداو باش تجربوا هذه الطريقه وتشوفوها كيفاش دايره وترخى لكم يديكم فيها. راها سهله وبسيطه. غادي نجمعوا العجين ديالنا يكون مجموع، يكون رطب ماشي يعني مرخوف بزاف، يكون مجموع في يدينا وصافي بحال هكا كيف كتشوفوا. غادي ندلكوه مزيان وغنجمعوه مزيان، نعطيو شي دليكات يعني خفافين بحال هكا صافي. ومن بعد غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت وغادي نلويه في واحد البلاستيك اولا في السلوفان وغادي نخشيوه في الفريغو مده ديال نصف ساعه حتى ساعه الا ربع. المهم باش ما خليتوه في الفريغو اولا في الثلاجه باش ما مزيان، باش هذيك العجين كتجمع وكتولي لينا مطاطيه يعني كتجبد وغادي تعطينا الطوع ملي نبغيو نخدموا بها بالورقه ديالنا. هنا غادي ناخذوا واحد البلاطو غادي يكون مدهون بالزيت وغادي نبداو نكوروا كويرات قد بعضياتهم، يكونوا صغارين، من الاحسن يكونوا صغيورين صافي. وندهنوهم غير هو اهم مرحله هي هذه، لان هاد الكويرات خصهم ضروري يدهنوا بالزيت ما يبقاوش ناشفين باش ما تكونش واحد القشيره فوق منهم وتخسر لينا الورقه ديالنا. ضروري ما يدهنوا بالزيت في كل مرحله كنكوروا كندهنوا بالزيت. وحنا غاديين تنكملوا. هانتوما كتشوفوا العجين كيفاش دايره، وهذا هو الدور ديال الثلاجه اولا الفريغو يعني باش كيخلي لنا العجين ديالنا كتكون مطاطيه وكتعطينا الطوع ملي كنبداو نخدموا بها. ندهنوا مزيان هذا العجين ديالنا بالزيت، نغطيوه ونخليوه يرتاح ساعه ديال المكانه. ومن بعد غادي ناخذ كل كره غادي نطلقوها فوق سطح العمل مزيان وحنا كنضربوها هكا في الجنيبات. ما تبقاوش تضغطوا بصبعانكم، غير هكا دوزوا في الجنيبات حتى كتطلق وتبان لكم الرخامه من التحت او اللي يبان لكم سطح العمل من التحت كيف كتشوفوا بحال هكا رقيقه. كل كره غنديروا لها نفس العمليه، نطلقوها رقيقه ونغطيوها بورق الزبده نغطيوها بها وكنهزوها نلصقوها بحال هكا. وحنا كنجروا عندنا داك ورق الزبده كنجروا عندنا وراه كتهز كتلصق فيه بكل سهوله. وهانتوما غادي تجربوا غادي تشوفوا كتهز بكل سهوله صافي. هنا غادي نبقاو غير نقادو بحال هكا، نبقاو غير نقادو دوك الجوانب. الجهه اللي بانت لينا غليظه نوركوا عليها شويه ونضغطوا عليها شويه باش تهبط وترقق. وحنا كنقادو صافي حتى نكملوا. هذه هي الطريقه، ما كاين مسهل منها وراها ناجحه. كتجي الورقه رقيقه وانتم غتشوفوها معايا في النهايه ديال الفيديو. تبعوا معايا. وهنا كيف كتشوفوا احنا في كل مرحله كندهنوا يدينا بالزيت وكنورقوا. هنا البوطه ديالي راها سخونه اولا المقله ثقيله سخونه مباشره كنحط فوق من هذيك العجين ديالي اللي لاصقه في الورقه، كنقيسها هكا شويه بايدي، كنهبطها مزيان بايدي وكنهز هذيك الورقه اولا الورق الزبده كنهزو غير بشويه وراه كيتحيد بكل سهوله كيف كتشوفوا. وها هي الورقه ديالي صافي واجده مباشره كنحيدها لان صافي المقله راها سخونه ورا الورقه راها طابت واجده. كنحيدها دغيا وكنحطها كيف كتشوفوا دابا باقا سخونه. كنحاول نهزها مع الزيت وهذا كتكون سخونه بزاف. هي هذه الورقه ديالي غادي نهزها، راه ما كتقطع ما والو، نهزها مباشره كندهنها من المقله مباشره فوق سطح العمل. ندهنوها مزيان من الجوانب بجوج بالزيت كيف كتشوفوا راه علين ما كتبانش يعني بكثرت ما هي كتجي رقيقه. غادي نجمعوها ملي ندهنوها بالزيت ونديروها في واحد البلاستيك ونسدوا عليها حتى نبغيو نخدموا بها ونجبدوها. هذه هي الورقه كيف كتشوفوا يعني دوك الخطوطه ديال ايديا كيبانوا باش تشوفوا الرق ديالها رقيقه بزاف واحسن من الجاهزه. كتجي بحال هكا رطبه، ما كتجيش نهائيا ناشفه، ما كتقطعش ليكم في الخدمه صراحه.
رائعه رائعه، اقل ما يقال عنها انها رائعه. جربوها كيف قلت لكم غير بشويه ديال الدقيق باش تطلق لكم يديكم في التراق وما تقطعش لكم، يعني غير جربوها غير بشويه ديال الدقيق حتى يعني تطلقوا يديكم وترخف يديكم فيها، ومن بعد ديروا الكميه اللي بغيتوا والكميه اللي غتخدموا بها ديروها. كيف كتشوفوا واخا كنجمعها كتطلق بكل سهوله، يعني ورقه غزاله بزاف. نتمنى يا ربي يكون الفيديو نال اعجابكم، ونتمنى يا ربي يكون توفقت في انني شرحت لكم المراحل والخطوات خطوه خطوه. ما تنسوش جميل عجبكم الفيديو وتابوناو حبيباتي باش ان شاء الله دائما يوصلكم جديد الوصفات وجديد الشهيوات، ودائما مع الوصفات والشهيوات الناجحه. الى اللقاء غزالتي، ورمضانكم مبارك سعيد.